بفيديو اليوم حضرت لكم أطيب طريقتين لعمل الفول، واحدة بزيت الزيتون والتانية بطحينة واللبن والحامض. صراحة شكلهم كان لحاله تحفة، والطعم أبدا ما بقدر أوصف لكم إياه. حرفيا كل وصفة كانت رهيبة أكتر من التانية، لازم وضروري تجربوهم. فضلا لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب، شاركة الفيديو مع الأصحاب وتشتركوا بقناتي. حاليا خلينا نبلش فورا بطريقة التحضير. اول شي رح اعرض لكم المقادير. عندي 4 حبات طماطم مقص وسط مغسولين ومقطعين بهيدا الشكل، ضمة بقدونس صغيرة مغسلة ومصفاية ومفرومة. عندي ربع كوب من الطحينة او هو الهردة او اللي هي الراشي. عصير ليمونة كاملة. كوب من لبن الزبادي او اللي هو الياغورت. 5 حصوص من الثوم مهروسين، بالاضافة للملح والكمون، وعلبة حمص مسلوق. وعندي كمان الفول بيجي السادة اللي بدون اي مواد فيه، بس بيجي حب فول سادة. هلا رح نبلش. اول شي نحضر للفول بزيت، وبعدين نحضر للفول بطحينة خطوة بخطوة. رح اورجيكم ان شاء الله شو رح نعمل بالخطوة اللي جاي. كسرولة نظيفة رح فضي علبة الفول بقلبها. اول شي رح اتخلص من هاي المي. بعد ما فضيت الفول بقلب الكسرولة رح اغسله كتير منيح، وحط عليه حوالي كاسة كبيرة مي من الحنفية نظيفة لحتى نتخلص من المواد الحافظة. غسلت الفول كتير منيح ورح اضيف عليه مي نظيفة حوالي كاسة. هلا انا عندي هون علبة حمص مسلوق، رح اضيفها فوق الفول. انا بحب اخلط فول مع حمص، فيكن بس تستخدموا الفول، بس الفول مع الحمص بيعطي طعمة كتير طيبة. بسم الله. ما رح احطها كلها، رح احط نصها. بهذا الشكل بحط الفول والحمص على النار لحتى يوصلوا لمرحلة الغليان. وهيدي بعد ما وصل الحمص والفول لدرجة الغليان. هلا رح نزل عليهم الثوم، كمان رح نزل عليهم عصير الحامض، ورح اقلبهم بهيدا الشكل. رح نبلش اول شي نحضر للفول بزيت. بصحن التقديم رح احط بالسفل كمية منيحة من زيت الزيتون بهيدا الشكل، حوالي 5 ل 6 معالق كبار. ورح احط كمية من الفول والحمص، عادي فيكم تحطوا من المرق. رح نزل شوي من الطماطم، كمان رح نزل شوي من البقدونس، رشة صغيرة من الملح، ورح خلطهم. هيك بيكون كتير تمام. برجع احط شوي من البقدونس، شوي من الطماطم، بهذا الشكل. رشة صغيرة من الكمون، اخر شي كمية منيحة من زيت الزيتون. الفول بزيت صار جاهز عنا. هلا رح نحضر للفول بطحينة. بصحن التقديم رح نزل اللبن، رح نزل طحينة حوالي نص الكمية، واكيد ما ننسى الملح.
وراح خلطهم بهيدا الشكل. هلا حاليا رح نزل بقية خليط الفول مع الحمص. بسم الله. راح اقلبهم بهيدا الشكل. ورح نزل باقي الكمية. رح ارجع خلطهم، وهيك بيكون معانا كتير تمام. هلا رشة من الكمون. الكمون بيعطي طعم كتير كتير طيب لأكلات الفول. من البقدونس. كمان من الطماطم. واخر شي رح اضيفه زيت الزيتون. خطوة أخيرة رح أحط شوي من الهرد على الوجه. بهيدا الشكل. وهاي الحمص بطحينة واللبن صار جاهز عنا. وهاي حمص بزيت وحمص بطحينة المخلل. صحن الخضار. بس شايفين ما شاء الله شكلهم بشهي. هاي الحمص بطحينة واللبن، وهي الحمص بزيت. مشكلة الفيديو اليوم ما رح اقدر دوق لاني صايمة. بتمنى هالفيديو ينال اعجابكم وتجربوه، وانا متأكدة انه الطعم رح يعجبكم. يلا بشوفكم بفيديو جديد ومع وصفات جديدة، وسلام.